مساء الفل عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. هنعمل مع بعض حنة الشعر. هنشوف هنعملها بايه، هنعجنها ازاي، وهنستخدمها ازاي. انا معايا هنا كيسين لون احمر، واحد فاتح وواحد غامق. انا عملتها معاكم قبل كده بطريقة مختلفة بس النتيجة واحدة. دي الورقة اللي بتبقى جوه الكيس، طريقة استخدامها. بس انا مش بعملها بنفس الطريقة ديت اللي هي مكتوبة في الورقة، انا بعملها بطريقتي وبتطلع حلوة جدا. انا جايب واحد غامق وواحد فاتح علشان يديني اللون النبيتي فاتح. انا مش عايزة لونه احمر. لو انت حابة اللون الاحمر تجيب الاتنين احمر فاتح، لكن ده واحد غامق وواحد فاتح زي ما انتوا شايفين كده. لا، تجيب اللون الغامق مش الفاتح لو انت عايزة الشعر احمر، لكن انا عايزة لونه يبقى نبيتي فاتح. هي دي النتيجة اللي انا هعملها، طريقة استخدام الحنة اللي هو اللون النبيتي الفاتح، لونه بيبقى جميل. هنعجنها بايه النهاردة؟ هنعجنها بشاي مغلي. نغلي الشاي ونصفيه من التفل ونعجن بيه الحنة. نحط كده شوية شوية علشان ما تتراش مننا. لو طريت مش هتبقى حلوة، لو تقيلة برضو مش هتبقى حلوة. هنشوف القوام بتاعها يبقى عامل ازاي دلوقتي. انا نزلت الفيديو قبل كده على قناة مطبخ روما جميل بحنة مختلفة، ألوان مختلفة، وطريقة كمان مختلفة عن ديت. اللي حابة تدخل وتشوف الفيديو على قناة مطبخ روما جميل. ونزلت برضو فيديو مختلف باستخدام حنة الشعر على القناة ديت. يعني كل مرة بتبقى مختلف عن التانية، وبتبقى النتيجة واحدة، بتبقى النتيجة حلوة جدا. بس مش بعجنها بشاي على طول، يعني بعجنها بحاجات تانية. ابتدت تطرى اهي. هنشوف القوام بتاعها دلوقتي. لسه شوية. ناخد بالنا بس كده واحنا بنعجنها. انا مش عايزة افصل الفيديو عشان تشوف انا بعجنها ازاي، علشان ما تخلوهاش ولا طرية ولا تقيلة زي ما انا قلت لكم. شايفين ابتدى القوام بتاعها يبقى حلو، وما فيهاش اي تكتلات. خلاص كده. طبعا لو عندك فرشة هتستخدمي بالفرشة تحني شعرك، تمسكي خصلة خصلة وتحني شعرك. ولو انتي ما عندكش فرشة، بكيس تلبسي جوانتي او كيس وتمسكي برضو خصلة خصلة وتعملي بيها. يعني ما تحطش الحنة على شعرك كلها. دول البقوا من الشاي.